احلى اخوات في الدنيا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. طبعا النهارده جايب لك افجر نسخه سافيه مهكره في المجال كله بالتحديث الجديد، وعشان نتاكد ان هو تحديث جديد هتروح على متجر بلاي وتكتب نسخه سافيه اهو زي ما انت شايف. احنا بحثنا عنها جاهز يعني، ولقيناها هنا الغاء تثبيت وهنا فاتح. تمام، يعني من الاخر ده اصدار جديد واخر تحديث مهكره، وكمان بتعمل ارقام في اي وقت وفي اي دقيقه بالاثبات. هنعمل رقم في الفيديو دلوقتي كمان شويه، وان شاء الله نسخه هتكون سهله كده وتكسر الدنيا وهتعجبكم ان شاء الله. وزي ما احنا متعودين في كل فيديو هنطلع على الانترو ونرجع للشرح على طول. بس عايز اقول لك حاجه قبل ما نطلع على الانترو، انا يا جدعان لما بحط انترو فيديو او قران او اي صوت اغاني، طبعا الفيديو بياخد حقوق طبع ونشر، وغير كده لما بحط قران كل مره احط قران والفيديو برضو بياخد حقوق طبع ونشر. تمام، يعني الفيديو ممكن يتشال بسبب القران، فاهمين؟ فعايز منكم ان انتوا تقدير جامد بقى، كل ما تحط لايك وتشير اكتر كل ما اليوتيوب يعرف ان الفيديو ده مش عليه حقوق طبع ونشر، وان هو محطوط في قران مش حاجه عيب يعني. تمام، يلا بقى نطلع على الانترو ونرجع تاني. أكبر يا رب بآياتك واترك فيها البركة وزيد. جانا العيد وجانا العيد، جانا العيد وجانا العيد. تاني بعد الانترو. طبعا يا اخواتي زي ما انتم متعودين دايما انا جاي لكم بالجديد، وجاب لك النهارده افجر نسخه سافيه في المجال كله اللي هتكسر الدنيا باللون الاحمر. طبعا التحديث ده اخر تحديث زي ما انتم شفتوا في بدايه الفيديو، وغير كده نسخه مهكره بتعمل ارقام في اي وقت وفي اي دقيقه بالاثبات. هنعمل رقم في الفيديو، وطبعا هعرفك دلوقتي ازاي تعمل حساب جديد وتدخل تسجل بالحساب عادي جدا بدون اي مشاكل وبدون ما يتاخر معاك، واعرفك ازاي برضو تاخد الرقم ويتفعل معاك في نفس الدقيقه اللي انت بتعمل فيها الحساب. تمام، طبعا رابط النسخه بتاع سافيه ديت هسيبها لك تحت في الوصف او على قناه التليجرام، وطبعا هيبقى لينك مختصر. قبل ما نبدا شرح في النسخه عايزك تنزل تحت تشترك في القناه وتحط لايك على الفيديو، لان الاثنين ولاد عم، الاشتراك واللايك الاثنين ولاد عم، فاهم حاجه؟ المهم يعني هتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس وتحط اللايك والكومنت الجميل بتاعك، وطبعا عايزك تحط الكومنت بعد ما تجرب النسخه. تمام، ويلا بقى ندخل في شرح النسخه. واول حاجه انا هعمل حذف بيانات للنسخه كده عشان يبقى زيك بالظبط اكن لسه منزلها من القناه. تمام، هروح اعمل حذف بيانات للنسخه اكن لسه منزلها من اول وجديد. تمام، تعالى بقى نفتح النسخه، هتستناها تفتح معاك عادي جدا. دوس على كلمه سماح، يعني ادي لها كل الاذونات. تمام، وزي ما انت شايف هو كده فتح معاك اول واجهه، الواجهه اللي هي بتاعت لو معاك حساب قديم وعايز تسجل بيه او ترجعه تاني، تقدر انت تحط اسم الحساب هنا والباسورد بتاعك وتدوس على كلمه خش يا برو، هيفتح معاك في ثواني. تمام، طب يا عم كيمو انا مش معايا اصلا حسابات قديمه. طيب عايز اقول لك ان في ناس دلوقتي معاها ادوات صيد على الترمكس والكلام ده، بيصطادوا الحسابات بتاع سافيه وبيفتحوها عادي. تمام، طب انا اصلا مش بعرف اصطاد او ماليش في الكلام ده يا عم كيمو، انا عايز اعمل حساب جديد واتعلم ازاي انت بتعمل ويكون بسرعه كده وحاجه سهله. تمام، طبعا عندك تحت خالص كلمه حساب جديد زي ما انت شايف اهيت. تمام، هتدوس عليها كده زي ما انت شايف، هيفتح الواجهه التانية بيقول لك هنا اسم الحساب والباسورد واكتب الباسورد تاني. انا دلوقتي اعرفك ازاي تعمل حساب جديد. اول حاجه هتكتب هنا الاسم، طبعا عندك تحت هنا قناه اليوتيوب ودعم سافيه لو انت في اي مشكله في التطبيق والكلام ده. تمام، هتيجي بقى على اسم الحساب وتكتب اسم ما يكونش حد استخدمه قبل كده. تمام، طيب هنكتب ايه يا عم كيمو او نعمل ايه؟ طيب انا هقول لك دلوقتي، بص كده هتهبط اي حاجه زي ما انا بهبط كده. شايف انا بهبط ازاي؟ انا عايزك تهبط زي كده بالظبط، وتعالى في النص حط اي رقمين مختلفين زي ما انت شايف. عايز بقى تحط كمان رقم في الاخر رقم في الاول، المهم ده براحتك يعني. تمام، في ناس بقى بتحط الباسورد، بيبقى في ناس مثلا معاها 4 ارقام بيحطوا باسورد هم حافظينه يعني في دماغهم على طول وكده. انا بقى بقول لك لو انت مش هتحفظ الباسورد خد اسم الحساب نسخ، عشان بعد كده لما تحب تدخله تاني يكون سهل معاك. هتاخد اسم الحساب نسخه وتحطه في الباسورد وتحطه في تاكيد الباسورد تاني. تمام، هتدوس بقى على كلمه اضرب هنا، اول ما تدوس على كلمه اضرب هنا هيدخلك على الواجهه الاخيره. تمام، وزي ما انت شايف هو كده فتح اخر واجهه زي ما انت شايف كده، انت وصلت لاخر حاجه. تمام، طيب طالما انت وصلت هنا هتفضل بقى تدوس على كلمه اضغط هنا ديت حوالي 5 مرات. تمام، ممكن يفتح معاك من اول مره، ممكن يفتح من تاني مره، ممكن يفتح من 10 مره، يعني ده على حسب اصلا قوه النت عندك وعلى حسب سرعه النت وكده. تمام، وبرضو عايزك ما تتاخرش في التطبيق وانت بتعمل حساب جديد، لان انت هتتاخر هنا برضو. تمام، زي ما انت شايف هو دلوقتي بيعد معانا اهوت. تمام، وطبعا هيجي واحد يقول لي ازاي التطبيق مهكر وهو فيه اعلانات. تمام، طيب انا عايز بس افهمك حاجه او اوصل لك فكره. دلوقتي التطبيق ده اصلا من النسخه اللي هي بتاعه المتجر. تمام،
نسخة المتجر انا باخدها مش بهكرها او بعمل فيها حاجة، لا انا بعمل حاجة تانية خالص. باخد نسخة المتجر اعدل في النسخة نفسها، تمام. بعدل فيها بقى بعمل ايه في النسخة خالص، او انا بعمل ايه في النسخة والكلام ده. بعدل فيها بقى بعمل ايه وكده، طبعا ده حوار انا بعمله، يعني حاجات انا فاهمها وبعملها، تمام. إيه اللي انا بعمله بقى، بخلي لك مثلا البرنامج بدل ما هو بيطلع لك 50% ارقام اذربيجاني و50% ارقام لاتيفي، اخليه مثلا يطلع لك 50%، قصدي 70% ارقام اذربيجاني و30% ارقام لاتيفي. فهمت ازاي الفكرة؟ فده اللي انا بعمله في البرنامج مش اكتر، تمام. بظبط لك برضو كذا حاجه كده عشان البرنامج يبقى سريع معاك ويفتح معاك ويسجل حسابات كتير وكده، تمام. طبعا هو لو اتاخرنا احنا اتاخرنا في البرنامج ودلوقتي النت اصلا ضعيف، فانا هعمل حساب واجيلكوا تاني، هوقف الفيديو اعمل حساب واجيلكوا تاني على طول، تمام. عملت حساب جديد اهوت، تمام. لو طلب منك اي اذونات اديله الاذونات كلها، تمام. طيب دلوقتي يا عم كيمو انا عملت حساب جديد. طيب انا بقى واجهتني مشكله بره وانا بعمل حساب تاني اصلا جديد وكده، فمش عارف اعمل ايه والبرنامج مش راضي يدخل والكلام ده. هتدوس على كلمه انشاء حساب، تمام. انا بس عايز افهمك حاجه كده بسيطه. هتيجي هنا تكتب اي اسم برضو زي ما احنا اتفقنا، تمام. زي ما انت شايف تحط اي رقمين في النص برضو، تمام. تعال نغير ال37 ديت خالص لان احنا كتبناها مره. حط اي رقمين تانيين، وهنا برضو خد الاسم ده واعمل له نسخ وحطه في الباسورد واكده في الباسورد تاني، تمام. هتدوس بقى على كلمه اضرب هنا. اول ما هتدوس برضو هينقلك على الواجهه الاخيره اللي احنا شفناها من شويه زي ما انت شايف اهوت. هتدوس على كلمه اضغط هنا، تمام. اول ما هتدوس هنا لو مثلا فضلت ان هو يقول لك مثلا النت ضعيف والكلام ده، انت هتحاول 5 أو 6 مرات او 7 مرات بالكتير، تمام. هو لو ما فتحش من 7 مره زي ما انت شايف كده بيقول لك اهوت النت ضعيف عندك، تمام. هتحاول مره اخرى، تمام. تفضل تعمل كده 7 مرات، تمام. طيب هو لو ما فتحش من 7 مرة اعمل ايه يا عم كيمو؟ تقوم انت راجع ورا خالص. لما هو يقول لك اهو زي ما انت شايف كده، اول ما يجيب لك يحاول مرة اخرى تقوم انت راجع ورا خالص اهوت، مغير مثلا اخر حرفين او مغير رقمين اللي جوه دول والكلام ده، تمام. تحط اي رقمين تانيين بقى، عايز تزود حاجة عايز تنقص حاجة برضو براحتك، تمام. المهم ان احنا اصلا عاملين حساب، فهنرجع للحساب بتاعنا زي ما انت شايف اهوت. هنا انت في الواجهة اللي انت بتاخد مثلا رقم منه نسخ من هنا، بعدين بتروح على الكلمة اللي هي مسج بيجيلك الرسالة هنا على طول، تمام. طيب دلوقتي انا عايز اخد الرقم نسخ، طبعا هتدوس عليه ضغطة مطولة هياخده نسخ كده زي ما انت شايف، تمام. دوس بقى على كلمة نسخ، تمام. طيب احنا دلوقتي هنفعل الرقم اللي احنا لسه مطلعينه جديد ده دلوقتي، تمام. قبل ما نفعله عايز اقول لك حاجه. هنا اول حاجه شراء رقم جديد، دي اول ما تدوس عليها كده زي ما انت شايف بيبقى جايب لك كذا رقم كده بفلوس يعني وبتاع، تمام. فده يعني ما تنصحكش اصلا ان انت تشتريه او تفعل رقم لمده كام يوم معين والكلام ده، تمام. طيب في ناس بقى بتبقى مصطاد حسابات ويبقى جاي لها هنا بدل التاريخ ده بيبقى جاي لهم هنا كلمه اكسبايرد، تمام. اكسبايرد ده اللي هو التاريخ بتاع الرقم ده منتهي الصلاحيه، وطبعا كده انت مش هتعرف تسجل بالرقم او مش هيوصل لك كود، تمام. اعمل ايه دلوقتي بقى؟ اعمل لو هنا مكتوب لي كلمه اكسبايرد، هتروح برضو على كلمه شراء رقم جديد، تمام. وتدوس على اخر واحده دي، اخر واحده اللي هي فري، تمام، لمده يومين. ديت اول ما تدوس عليها يفتح لك اعلان لمده 30 ثانيه، هتتفرج على الاعلان وبعدين يديلك الصلاحيه ديت هيبقى لمده يومين بالظبط تقدر تفعل فيها الرقم، تمام. عندك تاني حاجة اعدادات الباركود، ده لما انت بتدخلها وتحط الارقام اللي هو بيطلبها منك وكده برضه بيجيب لك الباركود بتاع الحساب بتاعك، تمام. لو انت عايز تفتحه مثلا على بتاع التليفون تاني وكده تقدر انت تفتحه من الباركود، تمام. عندك تالت حاجة اعمل باسورد للاكونت، طبعا هنا تقدر تحط اي 4 ارقام او ارقام براحتك وبعدين تقفل الاكونت بتاعك باسورد، تمام. هنا امان الحساب زي ما انت شايف، تمام. عندك انضم الى سيفيوم، اعدادات التطبيق وانشاء حساب جديد. طبعا هنا لما تدوس على انشاء حساب جديد عندك تعمل حساب جديد من هنا، ولو انت عايز تعمل حساب قديم كان معاك قبل كده برضو عادي. وانصحك ان انت لما تعمل حساب جديد تاخد الكلمة او اسم الحساب والباسورد تحفظهم معاك في اي حافظة او مثلا في اي شات علشان بعد كده هتحتاج الارقام دي، تمام. تعالى بقى كده دلوقتي نروح نفعل الرقم اللي احنا لسه مطلعينه، تمام. ثواني بس نتاكد ان البرنامج اونلاين، ايوه. هنروح بقى نفتح النسخه بتاعه الواتساب، تمام. هنجهزها بس، تمام. هنرجع ورا تاني ونعمل نسخ للرقم زي ما انت شايف كده. هناخده نسخ اهوت، ثواني كده خدنا نسخ، وهتروح تحطه على نسخه الواتساب زي ما انت شايف. دوس بقى على كلمه التالي وبعدين تدوس على كلمه نعم، وزي ما انت شايف هو بيحمل دلوقتي. نستنى بس كده
اهو دلوقتي قال لك انتظر دقيقتين، تمام؟ زي ما هو قال لك انتظر دقيقتين، طالما قال لك كده يبقى الكود اكيد هيوصل، تمام؟ هنروح بقى نستنى الكود على البرنامج زي ما احنا شايفين اهوت، تمام؟ هنفضل مستنيينه مع بعض اهوت. طبعا لو ما وصلكش الكود في خلال دقيقة، هو انت بس هتستنى من دقيقة لدقيقتين، تمام؟ عشان يوصل معاك. انت هو كده كده هيوصل، بس انت يعني اصبر لحد ما يوصل، تمام؟ طالما قالك ان هو انتظر دقيقتين يبقى كده كده هيوصل اكيد. هنستنى اهوت مع بعض، مفيش مشكلة، لحد ما يوصل في الفيديو عشان ما قصش اي حاجة، تمام؟ نستنى بس اهو زي ما انت شايف دلوقتي كده جالي رسالة، هنفتحها اهوت. فتحناها، ثواني بس عشان النت ضعيف. وهو زي ما انت شايف كده جالنا الكود بالفعل، تمام؟ هتاخد بقى الكود ونحطه على النسخة زي ما انت شايف. تعالوا بقى نكتب الكود، نكتب 109 وبعدين 900، تمام؟ 90. اخر كود بقى او اخر رقم في الكود انا مش هكتبه. ليه بقى؟ لان اول واحد هيشوف الفيديو لو كتب الكود ده زي ما انا كتبته كده وكتب اخر رقم 0، كده هو خد الرقم. مبروك عليك اول واحد يشوف الفيديو، وكده مبروك عليك انت خدت الرقم ده بنجاح، تمام؟ انا دلوقتي مش هسجل بالرقم والكود. مبروك عليك يا سيدي، 109 900، تمام؟ لو ما شفتوش ارجع شوفه تاني كمان شويه ورا كده، هتلاقي ان الكود كان واصل في رساله عشان تتاكد برضو منه، تمام؟ هتكتب 109 900 وبكده يكون انت خدت الرقم لاول واحد بس يشوف الفيديو، تمام؟ ده الاول واحد يشوف الفيديو. بس كده يا اخواتي، كده احنا بالفعل تم تفعيل رقم بنجاح من النسخه اللي انا لسه عاملها قدامك ديت دلوقتي. وطبعا البرنامج بيعمل ارقام في اي وقت وفي اي دقيقه زي ما انت عايز، بس مش بنسبه 100% برضو عشان محدش ينزل يقول انت كداب. البرنامج مش بيعمل ارقام على طول، يعني مش كل مره هتعمل رقم في كل دقيقه يعني، تمام؟ وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، واشوف وشكم على خير. فيديو جديد، سلام.